السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أسيل. اليوم جبت لكم وصفة صيفية خفيفة، سندويتش الشاورما بطريقة سهلة وسريعة متاخدش معاك وقت. هنا عندي كيلو نتاع صدر تاع الدجاج. حنوريكم الصورة هنايا. عندي كيلو تاع صدر تاع الدجاج قطعته قطع صغيرة، معليش. عندي كيلو صدر تاع الدجاج قطعته قطع صغيرة، غسلته مليح وقطرته وضفت له التوابل، الملح، الفلفل، الكمون، بابريكا، بهارات التوابل تاع الدجاج. لما كاش عندك ديري راس الحانوت، علبة زبادي، 2 مغارف تاع خل. نعاود لي كل ملح، الفلفل، بتوابل الدجاج ولا راس الحانوت، الكمون، سكنجبير، بابريكا، كركم، الكل نخلطهم مع بعض ونغطيهم ونخليهم يقعدوا على الاقل واحد نص ساعه. كان عندك وقت سبيتيهم الليل كامل، كان ما عندكش نص ساعه على الاقل. عندي بصلين مقطعته شرائح رقيقه، نقيسها في التالي، ما نديرش مع الشاورما يطيب. هنايا حميت الزيت مليح، حطيت واحد 3 مغارف زيت حتى 4 مغارف زيت. حطيت الشاورما قطع تاع الدجاج، تنقصي النار وتخليهم، ما تغطيهاش، وتخليهم باش الدجاج ما يطلقش الماء تاعه، وتخليهم يطيبوا. بعد ما يطيب خلاص يدخل له طيب، نقص البصل بصح شرائح رقيقه كما قلت لك. شوفي البصل هنا ما نطيبوش، نخليه كي نشوفوه هبط نطفيه على الشاورما. لازم البصل ما يطيبش، كي ناكلوا الساندويتش نحسوا بالبصل في الساندويتش. بعدها وشوفي كيفاش البصل دبال معايا، خلاص طفيت عليها ونخليها تبرد. عندي الخبز، هنا انا درت الخبز تاع ساندويتش. دوك ندير لكم ان شاء الله، نجيب لكم الوصفه والطريقه. هنايا عندي الجبن مبشور، عندي الجبن قطع، وعندي طماطم قطع، وعندي البطاطا قليتها، البطاطس قليتها فريت، وعندي الخبز ساندويتش خدمته هذا هنا في الدار. ان شاء الله راح نطلع لكم فيديو تاع الخبز هذا تاع لي ساندويتش. هنايا لازم تكون عندك بانينوس. ما كاش عندك بانينوس، كاين المقالي هذوك اللي فيهم مشرطين كيما البانينوس، تقدري ديريها فيهم تاني. تقدري ديري في طاجين باش الفرماج يذوب لك بلا ما تكون عندك بانينوس، ماشي فرد عليك. كاين وسائل تقدري تخدميهم بها. هنايا حليت الخبز، شوفي حطيت الفرماج، نحط لي فريت. عندي هنايا صوص الجيريان، تقدري تخدميها في الدار، حنطلعها معكم ان شاء الله تاني نخدمها. ندير لا صوص الجيريان هنايا، ندير الهريسه، ندير الجبن مبشوره، قطعه الجبن، ندير البطاطا مقليه، ومن بعد هاي لاصوص الجيريان ندير فيها، تعمريها بكل المقادير اللي انا حاطاها لك. كما قلت لك الجبن مبشور، الجبن قطع، الجبن اللي كان عندك. كان ما كاش عندك قطع تقدري ديري المبشور انت ولا الامكانيات نتاعك. صوص الجيريان دوك ان شاء الله حنجيب لكم الوصفه كيفاش تنخدم. وعندي الهريسه، اللي ما يحبش الحار ما يديرش الهريسه. والفريت، قليل الفريت ديريها. كان عندك سلطه تاني تاع البرق، سلطه الخس، تقدري تاني ديريها. وطوماطيش قطع صغيره. البصل ما ديريش، خاطر راني دايره البصل في الشاورما. ما نخليهمش كما قلت لكم يطيبوا حتى يدبالوا ونعمروا الساندويتش تاعنا. دوك راح نحطه في البانينوز ونوريكم كيفاش يجي. كما قلت لك سيداتي، كان البانينوز هنايا حميتها، راح نحط الخبز تاعي الساندويتش وتشوفي كيفاش راح يتحمر. كان ما عندكش، كاين مقالي فيهم الخطوط هذه تقدري ديريها. كان ما عندكش المقله، تقدري مقلاطيفان برك تحطيهم، تحطي الخبز وتحمريه في المقلاطيفه، راح يتحمر معك ويجيك مليح. طريقه سهله، يعني ماشي فرض عليك تكون عندك بانينوس، ماشي فرض. ها هو تشوفي كيفاش راني نحمرهم. نتمنى ان شاء الله تسيوهم وينجحوا معكم. طريقه سهله، ما تاخذش منك وقت وتوجد معك بالخف. كان رايحه للبحر تقدري تديري هذه الساندويتش تاخذيه معك. كان عندك في البيت تقدري تتعشي بيهم، تتغدي بيهم، يعني حاجه خفيفه وسهله. خصوصا احنا في الصيف نعرفوا هاد الصوالح مطلبين كثير. وانا ان شاء الله حنكثر لكم الساندويتشات، راح ندير لكم كل خطره نطلع لكم وصفه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم، وديروا لي لايك ودخلوا معايا في اشتراك. ديروا لي لايك، دخلوا معايا في اشتراك باش تشجعوني ونجيب لكم وصفات كثيره. سمحوا لي انا كنت اخرت عليكم شويه لظروف خاصه، يعني باش ما طلعتش فيديوهات. ودروك ان شاء الله خلاص راح نتواصل معكم. والسلام عليكم.